السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة يا شباب هنحل مع بعض صفحة 200 وصفحة 201 من كتاب الأضواء علوم الصف الخامس. يا ريت يا شباب ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد يا حبايبي من حل التدريبات والواجبات. هنحل مع بعض اختبار نفسك 1 و2 عن المفهوم السادس. نقول بسم الله ونقول السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة. المواد التالية جميعها من المخاليط ما عدا إيه؟ قال لك صودا الخبز، الهواء الجوي، عصير تفاح، ماء البحر. طبعا صودا الخبز. كل مما يلي بيعد دليل على حدوث تغيير كيميائي للمادة ما عدا هتقوله تغيير شكل أو حالة المادة. تستخدم عملية الترشيح لفصل الرمل عن محلول الملح. بيؤدي التغيير في درجة حرارة المادة إلى تغيير الحالة الفيزيائية. ننتقل للسؤال رقم ب: استخرج الكلمة المختلفة: تبخر، انصهار، ترشيح، تجمد. طبعا ترشيح هي المختلفة. اختر أو أكمل العبارات باستخدام الكلمات اللي بين الأقواس. انصهار الشمع ده تغيير فيزيائي. التلج والماء لهما نفس التركيب. حركة الجسيمات في الحالة السائلة هتقول له أكبر من الحالة الصلبة. طيب تحول قطعة من الشوكولاتة من الحالة الصلبة للسائلة بيحتاج إلى تسخين. ماذا يحدث عند وضع عصير في مجمد الثلاجة؟ بالنسبة للجسيمات هتقول له تتقارب الجسيمات من بعضها وتقل سرعة حركتها. تتقارب الجسيمات من بعضها وتقل سرعة حركتها. طيب صح وخطأ: إذا كان مجموع كتل مواد مختلفة بيساوي 30 جرام فإن كتلة المخلوط الناتج من هذه المواد أكبر من 30 جرام. لا طبعا هي 30 جرام. طيب بيقول لك هنا ترك وعاء من اللبن خارج الثلاجة لفترة طويلة ده بيسبب حدوث تغيير كيميائي. صح. جسيمات المادة في الحالة الغازية متباعدة جدا. صح. التبخر من طرق فصل المخاليط. صح. علل لما يأتي انصهار قطعة من التلج ده تغير فيزيائي هتقوله لأنه تغيير في شكل المادة فقط ولا ينتج عنه مواد جديدة. لأنه تغيير في شكل المادة فقط ولا ينتج عنه مواد جديدة. حلينا صفحة 200 يا بطل. ننتقل لصفحة 201. متنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة. كنت متشكرة جدا ليكم يا شباب. حطوا اللايك للفيديو، ساعدوني كده ان الفيديو يوصل لأكبر عدد من أصدقائك وزمايلكم إن شاء الله. يلا اختبر نفسك 2. اختار الإجابة الصحيحة. تتغير كتلة مادة عند هتقوله تغيير كمية المادة. بتكون قطرات الماء على أوراق النباتات في الصباح الباكر ده دليل على حدوث عملية التكثف. أي هذه الاختبارات لا يعد أو لا يعبر عن حدوث تغيير كيميائي المادة تقوله انصهار الحديد وإعادة تشكيله. عند انصهار قطعة شوكولاتة تقوله يتغير شكلها وتظل كتلتها ثابتة. حدد نوع التغيير اللي بيطرأ على المادة. طهي الطعام ده تغيير كيميائي. تقطيع الخضروات تغيير فيزيائي. طيب اكتب اسم المصطلح العلمي اللي بتدل عليه كل عبارة. تحول المادة من الحالة الصلبة للسائلة ده اسمه انصهار. طيب طريق لفصل المخاليط التي لا تذوب في الماء ده اسمه الترشيح. تغيير في شكل أو حالة المادة ولا ينتج عنه تكوين مواد جديدة ده اسمه التغيير الفيزيائي. مخلوط بيوجد في حالة غازية ولا يمكن تمييز مكوناته بسهولة: الهواء الجوي. خلاص يا شباب. السؤال الثاني كده رقم باء هنا بيقول لك: ماذا يحدث عند اكتساب جسيمات المادة طاقة حرارية؟ ايه اللي هيحصل لما جسيمات المادة بتكتسب طاقة حرارية؟ هتقول تتحرك جسيمات المادة بشكل أسرع وتبتعد عن بعضها. تتحرك جسيمات المادة بشكل أسرع وتبتعد عن بعضها. علامة صح وخطأ: يتكون المخلوط من مادتين أو أكثر متحدين كيميائيا. خطأ. تقطيع الورق تغيير فيزيائي بينما حرق الورق تغير كيميائي. صح. بتقل حركة جسيمات المادة عندما تكتسب طاقة حرارية. خطأ. الترشيح من طرق الفصل المخاليط. صح. يعتبر الكتاب والصوت والماء من أمثلة المواد المختلفة. حدد الخطأ في العبارة السابقة. تقول الخطأ هو الصوت لأنه لا يعتبر مادة. الصوت دي هي المختلفة لأنه ده مش مادة. شباب حلنا صفحة 200 و 201 من كتاب الأضواء علوم الصف الخامس. تدريبات اختبر نفسك 1 و2 على المفهوم الثالث. يا ريت يا شباب ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة. كنت متشكرة جدا ليك. حط اللايك للفيديو فانت بتساعدني ان الفيديو يوصل لأكبر عدد من زمايلك. واشوفكم ان شاء الله على خير واتمنى لكم التوفيق والنجاح بأمر الله. مع السلامة.